أغرب تعديلات حصلت في تاريخ البشرية في وجه البشرية نفسها. الشخص اللي قدامنا ده أنطونيو لوفريدو، المعروف باسم الكائن الفضائي الأسود. بص كان شكله عامل ازاي، بقى شكله زي ما انت شايف كده. ايه اللي حصل له ما تفهمش يعني هو عمل عملية في مناخيره وبقت بالفتحة بالشكل الغريب ده، ومش عارف حقن نفسه بايه، ولا ده وشم كل ده على فكرة. يعني في ناس بتحط وشم اخضر وبتاع وتسيب بقية جسمها، لا ده راح عامل كله كده وعمل عملية لعينه. اللينسز اللي هو الدائم ده بقى منظره كده ومتفهمش يعني ايه ده. تخيل انت ماشي في الشارع مثلا، ولا واقف بتجيب حاجة من السوبر ماركت ولقيت ده داخل كده السلام عليكم علبة مرلبورو لو سمحت، يا نهار اسود. حاجة ليه انت عملت في نفسك كده متفهمش. دماغه طبعا هو حر فيها وربنا يعني يهدي. الشخص اللي بعد لسه هتشوف بلاوي في الحلقة دي. الاخ اللي قدامك ده دينيس ايفنر، المعروف باسم ستالكينج كات. ده كان قبل، بص ولد كان كويس يعني، وشكله تحس ان هو موظف بنك مثلا، في شركة انترناشونال، حاجة نظيفة يعني. بص بقى كده، دي مش ست على فكرة، ده هو نفس الشخص وتحول لقط. وعمل السنان، انا مش نفسي اعرف بيعملوها ازاي، الانياب اللي تحت اللي هي اغلب عبادة الشيطان بيعملوها دي. هو غالبا راجل كده مش بيعبد حاجة غريبة اغرب من الشيطان بقى. ما تفهمش ايه. طب ليه يا ابني، ليه يا حبيبي، ليه يا ابويا الكلام ده؟ انت ايه يالا، انت ايه دماغك فيها ايه يالا؟ يا لهوي. طبعا انا الان بقى اتقال لك ده يعني في كلام عن الاشكال، لا ده مش خلقه ربنا طبعا، ما نقولش عليها حاجه، احنا منتقدين بس الشكل الغريب. هي دي حاجه غريبه، وطبعا نتمنى له التوفيق في كل الاحوال. يعني نو هارت فيلينج، ما عندناش. الصوره اللي بعدها انت لسه والله ما شفت حاجه. دي بقى حلوه، هنفصل شويه بقى بحاجه كويس. مش حلوه هي اي تغيير برضو بس بص. فاليريا لوكيانوف، دي باسم باربي البشريه. باربي البشريه حولت، والله هي في الحالتين كانت كويسه يعني. دي شكلها الاول، بص بقى شكلها بعد كده بقى شبه العروسه الباربي بجد اللي هي بتتباع في طب ليه يا بنتي، ما انت كان شكلك انثى كان جميل جدا، ليه بقى شكلك بلاستيك كده؟ والله كنت كويسه برضه، وبالمنظر ده انت كده مش عارف. ده انا رايي كنت الاول احسن. ليه طيب؟ عندنا الراجل ده يمكن هو ما اتغيرش كتير يعني. ده جاستن جيديليكا، المعروف باسم الدميه البشريه. برضه دميه يعني، تحول لدميه، بس انا شايف انه عادي يعني، حلو والله كويس جميل جدا. انت هتروح فين من ايفنر ولا الاخ التاني اللي بقى شبه يعني القطه؟ انت كده حلو قوي. الراجل ده هو كان باين من الاول انه في حاجه، فاهم، في حاجه فيها لسعان كده. ده كالاكايو، اسمه كده كالاكايو. ده قبل. انت متخيل؟ لا ده قبل والله، مش بعد. بص بعد بقى عامل ازاي. بص الحته اللي هي طب يعني الراجل الفضائي عمل نفس الحته بتاعت الجبهه دي، انه طلع لنفسه كده ايه، زي قرنين او حاجه كده مطبات في دماغه، عمل حاجات غريبه في دماغه. ليه طيب؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، بتتعمل ازاي بقى؟ يعني بيروح لحد يبطحه في دماغه فدماغه بتورم، مش عارف. طب ليه يا ابني؟ طبعا ده مش تنمر على حاجه، احنا بنتكلم عن الحاجات دي غريبه جدا، وكل واحد حر في الاخر. مش عارف، ممكن حد يقول لك ايه، لا ده انتوا بتتنمروا. لا مفيش تنمر خالص خالص اطلاقا، احنا بننقل اللي حصل ونقول قد ايه ان هو غريب يعني. إيلين ديفيدسون قبل العملية أمورة وجميلة جدا ومفيش أي حاجة، بس كان باين في سنة لسعان كده. بص على المناخير، بص إيه، بص بقى بعد وشها نفسه ما بقاش باين، تعامل مع وشها على إنه طابلوه عربية، عارف اللي بيحطوا فوقيه بقى دباديب، ولا راكب مع ميكروباص بقى ولا حاجة، هتلاقي حاطط بقى الخرزة زرق، أو مش عاملة وشها، تتعامل مع وشها زي كده بالظبط. راحت حط حاجات كتير جدا من غير اي مبرر، وانا شايف انها الاول كانت احسن بكتير جدا. فاكر الفضائي اللي كان في اول الحلقه؟ واد فضائي جديد اهو، ده بول لورانس المعروف باسم ذا انجما. ده شكله قبل وشكله بعد، بس على فكره اللسعان بيبقى باين من بدري
يعني دايما تلاقيه عامل حاجه معلق بتاع حديد، حاطط ده حاطط حاجات في ودنه قبل. فبعد كده بقى خلاص الموضوع كبر في دماغه، كبر جدا في دماغه، وعمل فتحتين او فوق، وبرضه حول نفسه لفضائي. الصورة اللي بعدها تيامات فايلق ميدوسا. ادي شكله قبل، شخص عادي جدا، حتى في ملامح من ريكي مارتن. تمام كده؟ لا ما عجبوش بقى شكله كده، فراح عامل البتاع ده. ايه هو بقى ده؟ وراح عامل شال حواجبه وحط مكانها نقط، اللي هو اكمل بقى يعني، فاهم؟ وعمل بزابيز كده طلع في جمجمته، ما اعرفش اتعمل ازاي ومش عايز اعرف، بس واضح ان هي مشهوره قوي عنده. بس انت هتسرح ازاي حضرتك بالبزابيز دي لو طلع لك شعر؟ يعني ده مش ممكن يتكسر. طبعا ده مش تنمر يعني، ده انا بتكلم على عادي جدا، بشكل عادي جدا. ماريا خوسيه كريسترينا، المعروفه باسم المراه مصاصه الدماء قبل وبعد. يا لهوي يا جماعه، بتتعمل ازاي الحاجات دي؟ بيشيلوا انيابهم وبيركبوا سنان بالمنظر ده. طب ما ممكن تعور لك سنانك حضرتك. وبعدين اكيد الناس دي يعني مفيش في حياتهم حد. يعني دي لو متجوزه وجوزها هيصحى يلاقي يعني الستايل الجميل ده، مش بص شكلها كان عامل ازاي الاول، كانت جميله جدا، شبه ممثله كده اسمها ايه، حاجه ياسمين جيلاني تقريبا، حاجه زي كده يعني، فيها شبه من في حد في السكه دي. بقت بص ايه، راحت عامله البزابيز اللي احنا قلنا عليها دي، وعملت شعرها بالمنظر ده عبدت شيطان وش دي بقى يا جماعه، محدش يقول لي حاجه تانية. وحلق في المناخير ورشقت بتاع بلسانها. الناس بتستحمل ازاي الكلام ده؟ يعني بتاعت اللسان دي لقيت ناس عاملاها، طبعا مش في الحقيقه، لقيت ناس في كتير قوي بتبقى عاملاها. ازاي واحد يروح دايق لك مسمار في لسانك؟ وانت هتبلع ازاي الاكل، ولا هتشرب ازاي الشوربه، ولا هتتكلم ازاي؟ ليه كده؟ والمناخير اللي هي بيروحوا خارمينها من جوه دي وحاطين حلق فيها. لا هنا بقى ايه، شدت حلمة ودنها، شدتها جامد جدا وحطت قرص اسود جواها. ده موضوع صعب جدا يا جماعه. الحلقه دي ممكن اليوتيوب يأيدها بسبب الحاجات اللي فيها لانها صعبه، او بسبب كلامها ممكن يفهموا غلط، لكن احنا ما بنتكلمش عن شكل حد، احنا بنتكلم عن ستايل او تقليعه معينه، لكن احنا مش بنقصد ان احنا يعني نتكلم عن ضد حد. وهم كلهم ليهم كامل الحريه انهم يعملوا اللي هم عايزينه، طالما احنا ملناش دعوه بالموضوع ده. هذا الشخص كان ولد طيب ومؤدب وجايب شعره لقدام، وفضل برضه راجل مؤدب وكل حاجه محترم يعني، صغير ونضاره وبتاع، وتحول لانه عمل البسبوستين دول في راسه. لا انا نفسي اعرف بقى بتعملوا ازاي. بس البسبوسه دي بتطلع لك لو انت خبطت في حاجه لا قدر الله، هوب بتلاقي البسبوسه دي. مره كنت نايم في قطر والله، فكنت بنام بقى، فهوب مره واحده لقيت القطر تفهمش وقف بقى، ايه اللي حصل؟ فدماغي خبطت في هو ايه جنب الشباك، فطلع لي بسبوسه من دول. كنت هتجنن يعني، اللي هو لا مش عارف ايه وبتاع، مش للدرجه دي والعياذ بالله، حاجه اصغر من كده شويه. فلا وبتاع، وقعدت بقى احط ايدي عليها لحد الحمد لله بعدها بكام ساعه كده لقيتها راحت خالص وبتاع، يا سلام وارتحت. منظرها مش حلو خالص. فقال انا بقى لو كنت ايه يعني خبطت لي بقى دماغي التانية، حته التانية، الجزء التاني من دماغي، فطلعت لي البسبوسه التانية، فكنت هبقى ماشي كده عادي، ماشي كده وقابل الناس عادي بالبسبوستين دول. هي واحده طلعت وانا كنت متضايق وما ارتحتش غير لما مشيت. غيرك بقى جاي تبص المسامير والشواكيش والدبابيس والحاجات اللي حاططها في وشه كتير قوي، كتير. واضح ان انت راجل كبير يعني، انت شعرك ابيض، فليه يا حاج الكلام ده؟ طب بتعرف تبتسم طيب ازاي ده لو حد جاله برد او في الحر وشفايفه شققت ولا حاجه بيجري يروح يشرب عصير بتاع. انت مش شفايفك مشققه، انت حاطط فيها حديد حضرتك، انت ازاي عايش بالمنظر ده؟ ويعني نسال الله العفو والعافيه. اسمه ايه الواد ده؟ ابو كرون او رولف بوخ هولز نعناع. المهم
دي كانت حلقتنا النهارده. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس، دوس لايك لو فيديو عجبك، وانتظرنا حلقات غرائبيه اخرى.